السلام عليكم، يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي وكتنعموا بالصحه والعافيه وعواشركم مبروكه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحوته في الفران بالبصل والزبيب. كيف ما موضح معكم هاد النوع ديال السمك الدرعي. هاد الحوته هذه الكبيره مصيده بالصناره مازال جديده من بعد ما غسلتها. هذا هو الشكل ديالها، يعني غسلتها من الداخل ديالها كيف ما موضح معكم، راه باينه اللحمه ديالها مازال جديده وبيضه. صافي فلحتها من الجوانب ديالها، يعني فلحتها من جوج الجهات باش طيب لينا مزيان. عندي هنا واحد البصله كبيره مشلضه، وعندي كميه ديال الزبيب والتوابل. عندي التوابل السمك والفلفل الاسود والخرقوم والقليل من الملح وزيت الزيتون وربيطه ديال المعدنوس والثومه. اول حاجه غادي نجيب المقله وغادي نوضع فيها هاد البصله اللي قطعتها انا شرائح طويله او قطع طويله، وغادي نضيف لها حتى الثومه من بعد ما قطعتها قطع صغيره، وممكن نتوما تحكوها. صافي وغادي نضيف هذاك الربيطه ديال المعدنوس اللي عندي، غادي نقطعها قطع رقيقه فوق من هذا البصل، وغادي نضيف التوابل اللي ذكرت لكم، الملحه والخرقوم والابزار والتوابل ديال السمك، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت. صافي دابا هاد البصله هذه اللي عندي غادي نحطها فوق البوطه ونخليها شويه تصهد وتنزل لي شويه، عاد غادي نضيف لها الزبيب. دابا عملتها فوق البوطه. دابا هاد الحوته اللي عندي انا عملتها في هاد اللاطه هذه، ولكن جات شويه بحال اللي كبيره، حاولت نقص منها، زولت لها ديك الزنيطه ديالها باش تجيني نيشان مقاده. صافي ضفت ليها القليل من الثومه اللي بقات لي مقطعه، وضفت ليها شويه ديال المعدنوس، وزيت ضفت حتى شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وغادي نضيف هذيك الزيت الزيتون اللي بقات لي، واحد المعلقه ولا جوج معالق. صافي وغادي نحاول ندخل هاد التوابل هذه مع الزيت مع الثومه مع البصله مع الثومه مع الربيع، ندخلها وسط ديك الحوته بحال هكذا، يعني باش حتى هي تجينا شويه بنينه. صافي هذا مكان. دابا غادي نمشي نجيب هذيك البصل، ها هي كيف ما موضح معكم، يعني صهدات وهبطت لي شويه في هذه المقله. دابا عاد غادي نضيف لها الزبيب اللي عندي من بعد ما غسلته ومصفي. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السكر وواحد العويد صغير ديال القرفه، وانتم الا بغيتو تعملوا القرفه مطحونه عملوا القرفه، عملوا نص معلقه. صافي غادي نخوي هاد البصله هذه اللي عندي مع الزبيب مباشره، غادي نخويهم على هاد الحوته هادو، على هاد الحوته هذه كيف ما كتشوفوا. صافي ومن بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء كبير حتى غادي يغطي لي هاد البصله هذه. صافي وغادي نخوي في الجوانب الماء، ومن بعد غادي نغطيها بورق الطبخ، وصافي غادي ندخلها للفران. كل فما كانت كطيب كنجيب معلقه كنبقى نهز هذيك المريقه وكنبقى نخوي فوق منها، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا تحمرات، شعلت لها من التحت ومن بعد شعلت لها من الفوق باش تعطينا شويه ديال البغيونس، وحمارت وكانت يا سلام. هانتوما تشوفوا معايا ديك المريقه ديالها وديك البصل والزبيب كيفاش جا، يعني معسل ماشي فيه سكر كتير، حيت عملت غير معلقه ماشي بزاف. صافي هنايا بغيت نجبد بالفورشيط، ولكن نجبر ديك اللحمه ديال الحوته فتيه ورطبه، يعني طابت لواحد الدرجه مع هي مازال جديده طابت. انا كنت كنقول غادي يكون الطرف زعما شويه ديال الحوت هكذا شابر راسو، ولكن كان فتي بزاف. هاد الحوته جات واعره في الفران. صافي خويت عليها شويه ديال ديك المريقه مع البصل والزبيب. صافي وذوقت هنايا بالفورشيط كيف ما موضح معكم. شوفوا كيفاش جات اللحمه ديالها معسله وكتلصق. وبهكذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبتكم الطريقه اللي شاركت معكم ممكن تعملوا لي جيم للفيديو، اشتركوا في القناه، وبسلام عليكم.